واضح جدا انه ما اتغيرش اي حاجة في الموقف السعودي والقطري من المشهد السوري. داخلين على 5 سنة، نفس المنطق السعودي القطري اللي بدأوا بيه من اول يوم للأزمة هو اللي موجود لغاية دلوقتي، وكأن مفيش حاجة اتغيرت خالص، كأن ما ماتش تقريبا يعني مئات الألوف من الشعب السوري، كأنه حافظ الأسد بشار الأسد ما مشيش، وبيعدوا الساعات على انه خلال ساعات سيسقط نظام الأسد. كأنه السعودية وقطر ما مولوش جماعات في سوريا، انتبه الجماعات تابعة للقاعدة والداعش وإرهابيين قتل سعودي وقطري. وأي مراوغة من نوع النفي ده يعني مسألة تستحقش تعليق. طيب مفيش أي حاجة اتغيرت خالص. طيب الحل السياسي، لسه السعودية وقطر رأيها أن الحل السياسي برحيل الأسد. طب وده اسمه حل سياسي؟ وعدم قبول النظام والرئيس الذي يقتل شعبه. بالمناسبة كل معارضة خلال 4 سنوات انه سياستنا دي سياسة ودت سوريا في 60 داهية ولم تنجح. يعني السياسة اللي بتتزعمها السعودية وقطر من اللحظة الأولى مش فشلت فشلا ذريعا مريعا شنيعا فظيعا. كل حرف اتكتبت فيها الخطة بتاعتهم فشل، ومع ذلك الإصرار عليه. طب حل سياسي، خلاص حل سياسي. البلد اتبهدلت، الشعب اتبهدل، الدم غرق سوريا، حول الأنهار بردة ودجلة يعني دما. طيب يحصل أي تنازل مشترك. طيب في إرهاب، مش بقى انت عايز تغير النظام في سوريا؟ ده انت هتتحول سوريا زي ما هو القذافي مات يا جماعة، القذافي قتل. إلى هؤلاء الأفاقين اللي بيقول لك أصل القذافي، أصل الاستبداد هو اللي عمل الفوضى بالمناسبة القذافي اتقتل من 4 سنين. مفيش قذافي على فكرة في ليبيا، مفيش حتى الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس ده، النظام القديم والسابق اللي بيلعب، مفيش في ليبيا. طب امال فين الدولة الليبية؟ فالأوهام دي لازم يعاد النظر فيه. ما ينفعش انا اقعد كده يبقى وقراراتي وسياساتي وفلوسي بتقتل في الشعب السوري. اصل الرئيس السوري اللي بيقتل في شعبه، والاموال العربيه الخليجيه بتقتل في الشعب السوري. سمعونا صلاه النبي كده عليه الصلاه والسلام. هو ده مش حقيقي ولا ايه؟ هتقعدوا تكذبوا علينا وعلى نفسكم وعلى الدنيا كلها؟ نعم الرئيس بشار الأسد هذا الدكتاتور المستبد يقتل شعبه، ونعم هذه الأموال العربية الخليجية النفطية السعودية والقطرية تقتل الشعب السوري. فاحنا عايزين حل سياسي يجعل الطرفين يتوقفان عن قتل الشعب السوري. ده بيقتل شوية من الشعب السوري ودول بيقتلوا شوية من الشعب السوري. هل في حل سياسي؟ الدنيا كلها بتتكلم عن حل سياسي، الامريكان نفسهم بيتكلموا عن حل سياسي ومستعدين نفسهم يتفاوضوا مع بشار الاسد. السعوديه وقطر لا. يمشي يعني ايه؟ طب ما تقعد 4 سنين ما مشيتوش اهو. كل حاجه اتهدد في سوريا. عايزين ايه من سوريا تاني؟ ايه اللي ممكن عايزينه من سوريا تاني؟ ده وحد قال لك سوريا هتعرف ترجع اصلا؟ عايزين هنا ايه؟ عايزين ايه بالشعب السوري؟ عايزين ايه تاني؟ سواء بشار الاسد ولا حكام الخليج، عايزين هنا ايه تاني؟ عايزين ايه بالشعب ده تاني؟ بيوته اتهدمت واتشرد واترمى في المنافي. يقول لك بسبب بشار الاسد، وبسبب الدعم الخليجي، وبسبب الارهابيين اللي مولتهم قطر وتركيا، والمعارضه العميله اللي مولتها السعوديه. بسبب الاثنين. انا ليه ابرأ طرف منهم يعني؟ ليه؟ بمناسبة ان شاء الله ايه هما الاثنين ماسكين شابكين في الشعب السوري
ومطلعين عينه وبيمزعوه تمزيع. فاحنا طالبين من الاثنين انهم يتلموا ويتنازلوا ونجبرهم الاثنين على حل سياسي. انما تقول لا انا لازم يباد بشار الاسد ويمشي. طب ايه الحل اللي في كده؟ ايه اللي طرحته يعني؟ طيب يا جماعه 4 سنين من اجل رحيل الاسد، يلا كمان 4 سنين بمليون قتيل تاني من الشعب السوري، ويلا ما يبقاش في سوريا عشان خاطر السياسه. وزير الخارجيه السعودي بيقول ان بوتين بيسلح النظام الاسد اللي بيقتل بيه شعبه. اظن ان دي حقيقه على فكره. وتركيا والسعوديه وقطر بتسلح المعارضه اللي بتقتل الشعب السوري. اظن دي حقيقه برضه. نص الحقيقه كذب. فده المشهد السوري، اصرار سعودي قطري، وفي المواجهه مفيش موقف عربي خالص. ضعفان هشان. الموقف المصري في كلام عن الحل السياسي مش مترجم على الارض. ويبدو ان في حرج ما من مواجهه حكومات الخليج بانه ما ينفعش حكايه لازم الاسد يمشي، دي اللي معناها نقعد 5 سنين تانيين غطسانين في الدم. ويبدو انه في حرج، يبدو انه برضه فكره الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي اللي بتاخده مصر ودول عربيه ذات موقف واحد من تجاه الحل السياسي في سوريا، يبدو انه يعني بيتراخى الموقف ده في مواجهه الضغط السعودي القطري اللي باين في الكلمتين اللي هنسمعهم دلوقتي. فخامة الرئيس، ما زالت الأزمة السورية تراوح مكانها مع استمرار هذا تستمر معاناة وآلام الشعب السوري المنكوب بنظام يقصف القرى والمدن بالطائرات والغارات السامة والبراميل المتفجرة، ويرفض في المسائل الحل السلمي، وهي في مسائل كل الحل السلمي، الحلول السلمية الإقليمية والدولية. إن أي جهد إنهاء مأساة الشعب السوري يجب أن يستند إلى إعلان مؤتمر جنيف الأول، وأنا أستطيع تصور مشاركة من ترتخت أيديهم دماء الشعب السوري في تحديد مستقبل سوريا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد حول النظام السوري بلاده إلى ركام ممتد على كامل أراضي سوريا، وتشردت غالبية السوريين، وأصبحت عرضة للغربة والمنافي في البحار والصحاري. بس هو النظام السوري اللي عمل كده، هو اللي بيضرب القرى والمش عارف ايه، هو اللي شرد الشعب. والنظام السوري عمل، انا يعني مشهد لا يمكن انكاره، شارك في ذلك بالتأكيد، ليس وحده. المعارضة اللي مولتها السعودية وقطر عملت شركة في ده. ولما بيروحوا يضربوا في دمشق وبيفجروا في ايه ده ان شاء الله. ولما بيطردوا المسيحيين من القرى والمدن ده ان شاء الله. يعني المعارضة بتاعت اسطنبول والائتلاف السوري العميل ده ايه ده؟ ما مش ملطخ يديه بالدماء. اللي عايز يحل المشهد السوري يتكلم على الاثنين. انما حكايه انه لو ده اصله ملطخ يده بالدماء، هو بيقول نواجه الارهاب، والارهابيين بيقول لهم عايزين يعملوا شرع الله والخلافه. والسعاده والفرحه الغامره اللي بتنتاب بالاطراف العربيه والاعلام العربي الرسمي في نشر استيلاء جبهة النصرة على مدن وقرى في سوريا وطرد قوات النظام منها، تبقى فرحة عارمة لانتصار قتلة وسفاحين وإرهابيين على نظام مستبد. يا سلام. والانحياز واضح للإرهابيين والقتلة اللي بيقولوا عليهم ثوار. لكن المعارضة السورية تستولى على إدلب. المعارضة السورية دي اسمها معارضة سورية؟ القتلة والسفاحين الممولين منكم دي معارضة سورية؟ يا خبر اسود على التضليل والتزوير والتزييف والتسقيف. يعني